راجل، ولذلك كان حقا علينا الإجابة باستفاضة، لأن ده بيحصلش كتير. عايز يعرف إزاي يصلح علاقته بخطيبته، ودي حاجة جميلة. أول حاجة تعملها إن أنت تبقى ظهر وسند، راجل يعني طاقة رجولتك زيادة. يعني البنات بيحبوا حاجات زي إيه مثلا؟ طمنيني اما تروحي، مين ده اللي يقدر يجي جنبك؟ عندها مشكلة في الشغل مثلا، طب خليه يعمل فيكي ويسوي وانا تحب الراجل اللي هو ما تتأخريش، ما تلبسيش كده انا بغير عليكي. طبعا مش اوفر، بس لازم يكون في رجولة، لازم يكون في رعونة شوية. وحاجة برضو بيحبوها البنات وظهرت مؤخرا، هي الراجل العريض، هي الراجل اللي سماته الخارجية تدل على القوة. ودي حاجة موجودة في الستات من قديم الأزل، لكن زادت. كانت موجودة زمان، لأني زمان كانت الناس عايشة في كهوف، فكان الراجل بيطلع يقعد بقى يصارع مع الديناصورات ويصارع مع مش عارف ايه، فكان ده مظهر من مظاهر الحماية ومظهر من مظاهر القوة. تاني حاجة، ما تكونش بخيل. الست اكتر حاجة بتكرهها في حياتها الراجل اللي تحس ان هو ما بيصرفش عليها كويس. مش لازم يجيب لها نجمة من السماء، بس ما ينفعش ان هي مثلا تبقى نفسها في حاجة فتقول لك والله انا نفسي في سلسلة، حاجة بسيطة، انا نفسي مثلا في كذا، فانت ما تهتمش. الراجل اللي مسقعها، الراجل اللي ما بياخدش باله ده، الست بتفضل تحوش له تحوش له تحوش له، وبعدين في الاخر تقوم منفجرة في وشه. فانت كأنك عمال تربي وحش. فدي نقطة مهمة جدا جدا. خليك كريم على الست اللي معاك. مش لازم هي تطلب، خد بالك، عمالة تقول لك مرتبها اتأخر او ظروفها صعبة، الكلام ده قبل الجواز بقول، او ظروفها صعبة، او مثلا هي مش هتقدر تجهز لان باباها مش عايز يعمل كذا. انت طبعا كشاب عادي مش واخد باله، ممكن تاخد الموضوع ده وتقول ان شاء الله حالك يتصلح. لا، هي هنا بتبقى عايزة الاكشن منك. طب حبيبتي خدي البوكيت ماني دي. طب حبيبتي انت عايزه تجيبي ايه مثلا؟ الشهر ده مش عارفه تجيبيه، اجيبهولك. طيب حبيبتي خلي باباك يجيب اللي يقدر عليه وانا اكمله. وده جزء كبير قوي من جزء الرجوله. الست ما ينفعش تعيش طول حياتها حاسه ان الحاجات اللي هي نفسها فيها مش هتجيلها الا لما هي تشتغل. ده هيأثر دايما على علاقتكم ببعض، وهيخليها تشوفك مش راجل بما فيه الكفايه. طبعا بقى ناهيك عن الحنيه. الحنيه مش ان انت تقعد تدلدق في مشاعر، لا بالعكس، الراجل ملزق الستات ما بتحبوش. لكن الحنيه بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت تقدر تعبها. يعني لو هي مثلا النهارده تعبانه وما راحتش الشغل وقالت لك والله انا مصدعه، يبقى انت لازم تسال عليها. حتى لو الصداع ده حاجه تافهه، هي الست عايزه تسمع منك كلمه ايه ده معلش انت مصدعه يا خبر، طب نروح لدكتور، طب تقول لك ما فيش حاجه، تمام، بس هي هتابريشيت قوي او هتقدر قوي ده. وخاصه بقى لو هي فعلا تعبانه وفي حاجه مهمه وانت مثلا الشغل واخدك، فبالتالي ده هيأثر فيها وهيعمل جواها شرخ كبير، ممكن حتى لو كملت ما ينفعش يتعالج الا بالكلام وبالافصاح وبالاسف. والله بصي، هنا اختلفت الاقاويل. الراجل في الحالة دي هتتعاملي معاه بطريقة من اتنين، الله أعلم بقى حسب جوزك يعني هيتقبل ايه. الطريقة الأولانية تتخرجي من اللي هو فيه، يعني مثلا فيلم حلو، زغزغة، هزار، تجتمعي انت مثلا وهو وناس بيحبوهم مثلا كابلز كده، انتوا قرايبهم، حاجة من هذا القبيل، يعني تخرجيه من مشكلته. دايما الفكاهة هي اللي بتعمل كده. الحاجة التانية ان تتكلمي معاه في الحل. الراجل ليه ساكت؟ لان الراجل مش من طبعه ان هو بيتكلم كتير في مشكلته، الا لو حس ان انت عندك حل. لو حس ان انت عندك حل او فكرك عالي، ممكن تكوني عندك حاجه اوت اوف ذا بوكس، هيسمعك وهيقعد يجادلك بقى. طب افرضي انا عملت كذا ما حصلش كذا. فدايما الراجل اللي بيتكلم مع مراته في حاجه زي دي بيبقى جربها قبل كده ولقاها انها عندها رجاحه عقل. امور الرغبه وامور الشد والجذب مش بتبقى نظريه. مش 1+1=2. مش جميله وجسمها حلو ونظيفه يبقى تساوي رغبه وولع وحب. لا، ده رزق يا بنتي من عند ربنا. الراجل اللي مش شايفك، لو عملتي ايه بالذي، لو بصي لو روحتي عملتي عمليه تجميل بقيتي واحده تانية خالص، هو مش شايفك، دي حاجه بتبقى جوه. ففي الحاله دي لا تكسري من العرض،
ما ينفعش بقى كل شويه تغيري في نفسك وتعملي عشان ينجذب لك، ده هيعود عليكي بالضد. ممكن يحاول ينجذب لك عشان يرضيكي، وده هيخليكي حمل عليه في حياته. فاعملي كل حاجه ليكي انت لسعادتك انت، ما تعمليش حاجه علشانه هو. وابدأي خليه يغير، ابدأي خليه يحس بقيمتك شويه، ابدأي اعملي حاجه مش عشانه، عشان يبتدي يشوف الجميله من بعيد، مش جميله عشانه. ما تقعديش مستنيه انه يحن عليكي، انه يبصلك بعين الرحمه. الراجل بيحب الست العزيزه، الست القويه، الست اللي انت مش عايزني، ماشي خلاص، انا مش هقعد ابذل 100 مجهود عشان تبصلي وعشان تحتاجني، لان ده صدقيني هيقللك مش هيعليكي.